خلاص بدأت دايت، وزنك بدأ ينزل، الخطة بدأت تظبط، هوب الميزان وقف. بعدها تبدأ تفكر ومخك يبدأ يشتغل، طب العيب مني ولا العيب في الدايت ولا العيب في الميزان؟ بص، هي كل الحاجات دي ما فيهاش مشاكل، لكن خليني اقول لك المشكله فين. الوزن مش بيقف كده عشوائي لله وللوطن او عشان هو عايز يرخم عليك. جسمك بعد فتره بيبدا يعمل ادابتيشن مع كميه الاكل اللي داخله دي، وبالذات لما تكون في عجز من السعرات لفتره طويله جسمك بيبدا يهدي الحرق شويه عشان يحافظ على طاقتك. او ممكن برضه تكون انت عامل كارثه كبيره هقول لك عليها بعد شويه. وبرضه ما نرميش اللوم على الميزان بس، ممكن تكون بتنزل دهون ولكن برضه بتزيد عضل، فالميزان ثابت لكن شكلك بيتحسن، وده اللي قلنا عليه في فيديو الميزان اللي نزلناه قبل كده. طيب ايه الغلطه اللي قلنا عليها في الاول والناس كتير بتعملها؟ ان انت ممكن تكون عامل عجز كبير جدا من السعرات الحراريه في بدايه فتره التنشيف بتاعتك. اول ما جسمك بياخد باله من العجز الكبير قوي دوت بيبدا يعمل عكس كل حاجه انت بتعملها. يعني انت عايز تنزل دهون، لا هو بيمسك في الدهون، هو بالنسبه له في كارثه داخله عليه او هو الجسم داخل على مشكله كبيره، بيبدا يمسك في الدهون اللي موجوده في جسمك وما ينزلهاش. طيب خلاص الكلام ده، والحل رقم واحد زود اكلك شويه، اعمل مينتننس ويك او ريفيت داي او خد تشيت ميل. يعني تبدا تعلي اكلك واحده واحده لفتره معينه، راقب مقاساتك والمرايه والهدوم، مش شرط الميزان بس. ما تنساش اللايك والفولو، واكتب لنا تحت في الكومنتات لو وقعت في المشكله دي قبل كده.